الحبس. ندمش بزاف على شي حوايج. شحال حماقيتي غترجع الدنيا للور، رجعتي غتبقى تفكر تتهبل تتصدى. مابقيتش غادي نحرق نمشي لليبيا حيت خسرت فيها فلوس ودوزت فيها العذاب اخويا وهي ما نتبلاش بالتدخين. خدام دبر على راسك تهلا في الوالدين تعاود يا لم. ما كرهتش نرجع نقرا، قرايه ندمت عليها. هذه واحد السلام عليكم. المهم اليوم جيناكم فيديو جديد، خرجنا الشارع العام وسولنا بعض الناس الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الاغلاط اللي غادي تقدر تصلح في الحياه ديالك. خليكم معنا مع ميكرو الزنقه. تحياتي لكم. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ الكريم، ممكن نسولك واحد السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ مرحبا اخويا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في حياتك؟ واش نقدر نصلح في حياتي؟ اول حاجه اخويا ما البليه ما كنتش غادي نتبلى. ثاني حاجه هو الحبس. ندمش بزاف على شي حوايج. ثالث حاجه اخويا القرايه ندمش عليها شي بزاف. خرجت من القرايه ندمت. رجعت بك الدنيا ورجعت بيا الدنيا اللور اخويا غادي نصلح هاد الحوايج كاملين. يعني ما نهز لا بليا، ما غادي ندخل الحبس، ما نخرج من القرايه. واول حاجه هي القرايه. يعني الانسان يحيد ديك الفكره انه يخرج من القرايه. الدراسه مزيان. لا شي في الدراسه هو ما كتبعد من بزاف د الحوايج. وشي رساله للناس اللي مبليه؟ رساله للناس اللي مبليه حاليا أنا الحمد لله عفا الله، ونتمنى والله ربي يعفو على جميع الشباب مساكن. اما ربما ما لقاوش البديل، ولكن البديل هو توجهوا الله سبحانه وتعالى وشكيو عليه داكشي اللي بغاو، وغيجيب الله التيسير ان شاء الله. تحياتي ليك خويا. الله يحفظك الله يكبر بك. مرحبا خويا. الله يحفظك. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. اخي الكريم، ممكن نسولك واحد السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ مرحبا خويا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في الحياه ديالك؟ خويا الحوايج اللي غنصلح في حياتي خويا هي كون بقيت كنتريني وجمعت الفلوس وكملت قرايتي وخويا وما كنتش غادي نحرق نمشي لليبيا حيت خسرت فيها فلوس ودوزت فيها العذاب اخويا. وكنصح جميع الشباب المغاربه يفكروا اخويا قبل ما يديروا شي حاجه فين يحطوا رجليهم يفكروا. والله يسهل على الجميع اخويا. تحياتي ليك. الله يحفظك اخويا زين. الله يسهل عليك اخويا. الله يحفظك. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي الكريم، ممكن نسولك واحد السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ مرحبا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الاغلاط اللي درتي بغيتي تصلحهم؟ واش حماقيتي غترجع الدنيا للور، رجعتي غتبقى تفكر تتهبل تتصدى. مزيانه ملي فلتي بعدا خليتي بعدا الحياه تدوز بحال هكا وبقيتي بعقلك وبصحتك الحمد لله. حنا قلنا غير مثلا اش غنقول لك، لا رجعتي للور غتولي غادي دير شي كارثه ولا شي حاجه. اللهم خليها دوز، غمض عينيك خليها دوز، لا ما تبقاش تفكر بزاف. الحمد لله الحياه تجارب مواقف. حنا كنتمناو من اي واحد دوز تجربه في الحياه يستافد منها، هذا هو المهم. ما عمرها غترجع هاد القضيه اللي قلتي انت، ما عمرها غترجع. تحياتي ليك. مرحبا. شكرا بزاف. مرحبا مرحبا. هذه واحد السلام عليكم. عليكم السلام. اخي الكريم، ممكن نسولك واحد السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ مرحبا خويا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في الحياه ديالك؟ وهي ما نتبلاش بالتدخين. حاجه الامور كامله غاديه ميسره. داكشي اللي يقسم لي الله الامور غاديه مزيانه. البليه اللي يتبعد منه هي اللي بعد منه. باش كتنصح الشباب اللي مبليه؟ يحاولوا المبتدئين واللي باقي، اللي يلاه باغي يحاول يبعد من التدخين راه من وراه ما حتى شي حاجه. خدامش. تحياتي ليك خويا. يا مرحبا. نشكرك بزاف. ماشي مشكل. هذه واحد السلام عليكم. السلام خويا. يعني اخي الكريم، ممكن نسولك واحد السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ ماشي مشكل. مرحبا خويا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في الحياه ديالك؟ شنو من الحوايج خويا اللي تقدر دار في حياتك؟ لا رجعت بك الدنيا للور اخويا عاود بنا من جديد. صوب الراس، خدم دبر على راسك تهلا في الوالدين تعاود يا لم. بلا يا خويا وياك تقرب لها راه هي اللي كترجع بنادم وخويا وكتدمر بالرجوله عشيري. كتخرج على بنادم. هي اللي كتخرج على بنادم مصلحة من هادشي كامل اخويا. راه خلاصة القول اخويا تعاود والديك اخويا وراه عمر الدنيا غترجع بك اللور ان شاء الله. اما يكون الخير ربي كبير.
تحياتي لك خوشي. مرحبا. من هذا المنبر هذا باش كتنصح الشباب اللي مبليه؟ واخويا اش نقول لك، بنادم اخويا اللي مبلا بشي حاجه الله يعفو عليه ويحاول اخويا يتبعد منها. اخويا رمضان جا، راه اي حاجه تقدر. تحياتي لك خويا. الله يسهل على اي شكراً واحد خويا. اخويا. تحياتي لك، شكرا بزاف. مرحبا. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخ الكريم، ممكن نسولك هذا السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ مرحبا خويا. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور، شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في الحياه ديالك؟ الحوايج اللي غنصلح في الحياة ديالي، أنا ما كرهتش نرجع نقرا. قراية ندمت عليها. حاجه اخرى؟ وشي حاجة أخرى نتهلا في والديا اللي مات الله يشفيهم من قبل. هذا اللي كاين خويا. هذا ما كان. هذا ما كاين. تحياتي لك خويا. الله يحفظك خويا، شكرا. الله يحفظك. واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. اخ الكريم، ممكن نسولك هذا السؤال وجاوبنا بكل صراحه؟ تفضل. مثلا الا رجعت بك الدنيا للور، شنو هما الحوايج اللي تقدر تصلح في الحياه ديالك؟ حوايج لا رجعت بيا الدنيا للور، شنو هما الحوايج اللي نقدر نصلح في حياتي؟ بزاف اخويا. شي حاجه من هاد الحوايج اللي بزاف؟ واخويا البعد على الله اللي بعدنا بعدا، نستغلوا الشباب ديالنا في الطاعه وفي الدين، وفهمتي ما نتبعوش الخاويات، والقرايه اللي ما قريناش. هادو من الحوايج اللي باغي نصلح في حياتي، انني كنت كملت قرايتي مزيان، وانني كنت استغليت الشباب ديالي في قرب من الله والطاعه ورضا الوالدين. والحمد لله لحد الان راه باقي الوقت انك تصلح العلاقه ديالك مع سيدي ربي، وترجع الطاعه ديالك، كلشي قريب عند الله. هذاك الشيء اللي كاين، ولكن فهمتي كتاسف ان ضاع شحال من عام ما استغليناش في شي حوايج اللي مصالحين، ضيعناهم هكاك هباء منثورا. وان شاء الله ربي يعوضنا في الايام القادمه وفي السنوات اللي جايه. تحياتي لك خويا. شكرا. شكرا مرحبا. بزاف.